وفجأة دخل عليهم نبي الله صالح وفي ايده مخلوق غريب مخيف أشبه بالديناصور من ضخامته. فيا ترى كان ايه المخلوق الغريب ده؟ وازاي قدر قوم ثمود انهم يتعايشوا مع المخلوق الغريب ده في مكان واحد؟ وازاي قدروا يوفروا له الاكل والشرب؟ وايه حكايه الاشرار التسعه اللي كانوا سبب في اباده ثمود ونزول العذاب بيها؟ قرروا انهم يقلبوها مجزره، واتفتحت كل البيوت وخرج كل اهل الحجر بفزع، وبص في عيونهم اللي كلها شر وشماته وقال لهم كلمتين بحروف الموت. وغابت شمس اليوم التاني وطلعت شمس اليوم التالت وقلوبهم مخطوفه. وفي صبيحه اليوم الرابع بقى فتح الوثنيين عيونهم وما قفلوهاش تاني. وهنا تعرف ليه ربنا ما انزلش عليهم العذاب على الفور وامهلهم 3 ايام. هو ده اللي هنعرفه النهارده وتفاصيل تانية كتير عن قصة صالح وثمود بإذن الله. فيلا بينا. بعد وفاة هود انتشر أحفاده في الجزيرة العربية كلها، وجزء منهم رحل لشمال غرب الجزيرة العربية وتحديدا لشمال غرب السعودية. وبعد فترة مش طويلة حولوها لأغرب بلاد في الأرض، حولوها لبلاد يدخلها المسافر والغريب فينبهر ويحتار من شدة الجمال اللي ملوش آخر، وما يبقاش عارف هي دي بيوت على شكل جبال ولا جبال على شكل بيوت. جمال البنايات كأنه معارض فنية متقنة في كل حتة منها. والمدينة دي كان اسمها المدائن أو الحجر بين الحجاز وتبوك، واللي تعرف دلوقتي بمدائن صالح، واللي بتحكمها قبيلة عربية اسمها ثمود، بتوحد ربنا وبتمتاز بفن النحت بشكل غير مسبوق. ومهارتها في النحت وصلت انها بتحول الجبل لقصر، مش مهارة نحت تمثال وبس. فبدأ الغرور يتسلل لنفوسهم من كتر مديح الناس ليهم، فبدأ انحرافهم انهم بدأوا ينسوا فضل ربنا عليهم، وبدأوا يتعلقوا أكتر بالمنحوتات اللي بينحتوها، ورسموا وجسدوا حواليها الخرافات والأساطير لغاية لما جعلوها أصنام وآلهة، وظلوا يبالغوا فيها ويتعلقوا بيها لغاية لما نستهم ربنا. وفي وسط التقدم الحضاري ده والتخلف الديني ده اتولد نبي الله صالح، وكان صالح على التوحيد، وكان مؤمن ان المنحوتات دي مهما بلغ جمالها هتظل لا بتسمع ولا بتنفع ولا بتضر. فدعا قومه ونصح ليهم، وما كانش على لسانه غير الكلمة اللي بيقولها كل نبي: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. لكن استبد الغرور بقوم صالح وقالوا له: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا؟ وقعد صالح في مناوشات الكفر دي لغاية لما أشرق اليوم المخيف، اليوم اللي سكت فيه الجميع في الشوارع، واللحظة اللي قطع فيها الكل حديث وساب اللي في ايده وبحلق وبس. النحاتين سابوا تماثيلهم والتجار رموا بضاعتهم من ايديهم. اتشلت المدينة في لحظة من غرابة اللي شافوه، وكأن اللي فيها تحولوا من الدهشة لتماثيل. مشهد غريب عمرهم ما شافوا زيه أو سمعوا عنه. نبي الله صالح داخل من بوابة المدينة وفي ايده مخلوق غريب مخيف أشبه بالديناصور من ضخامته، ناقة عملاقة في حجمها وفي طول رقبتها وفي ارتفاع سنامها. وده طبعا بعد ما تحدوه قالوا له: يا صالح لو أخرجت لينا من صخور الجبال ناقة، ومش أي ناقة صفاتها كيت وكيت وكيت، صفات تعجيزية. فدعا صالح ربه إنه يستجيب لمطلبهم، فانشقت الصخرة وطلع منها ناقة أغرب من الصفات اللي حددوها، فكانت أعجب ناقة في التاريخ، فهي لم تلد ولم تولد، وكفاية أنها سميت بناقة الله. هذه ناقة الله لكم آية، لأن ربنا هو اللي أخرجها من الصخرة. ناقة عملاقة في حجمها وفي طول رقبتها وفي ارتفاع سنامها. ودخل صالح بالناقة أول مرة في حياتهم يشوفوا مخلوق زي ده، كانت ناقة فريدة ووحيدة من نوعها. وبدأوا يتسألوا: يا ترى إيه اللي في نية صالح إنه يعملوا بالناقة دي؟ يا ترى هيدمرهم ويمزقهم بيها؟ ونظرات الجميع كلها خوف وترقب وقلق. لكن هنا صالح طمنهم وهداهم وقال لهم: هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وقعد صالح يذكرهم بالنعم اللي ربنا اداها لهم، وقال لهم: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض، تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون من الجبال بيوتا، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فبدأوا يسمعوا كلام هود وبدأوا يهدوا ويسكنوا ويروح خوفهم منها. كان ظهور الناقة دي دليل قاطع واضح على صدق نبوة صالح، وكان مفروض ما يكونش ليهم أي حجة بعد كده إنهم يؤمنوا بيه، لكن الكفر أعمى عينيهم وغلبهم الجحود.
فالكافر بيكون عارف الحق جواه وبيجحد ويعاند. كانت ناقة فريدة ووحيدة من نوعها، فصيل مختلف عن كل النوق والجمال اللي كانوا يعرفوها قبل كده. كان منظرها هايل، وتحولت كل مجالس وأحاديث المدينة على ناقة صالح، وإزاي هيقدروا يتعايشوا مع المخلوق المخيف الضخم ده ويروح ويجي ما بينهم، ويا ترى إيه اللي هيكفيه ده من أكل وشرب، وخصوصا بعد ما فهمهم صالح إنهم هيتناوبوا ويقسموا معاه عين المية اللي بيشربوا منها، فيوم هيشربوا هما ويتركوا ليها العين اليوم اللي بعده كله عشان تشرب هي. وده يوضح لك قد إيه كانت ضخمة، يشربوا هما يوم وتشرب الناقة يوم كامل. فقال لهم صالح: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، هي يوم وانتوا يوم. وحذرهم من انهم يمسوها بسوء، وقال لهم: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. هما اللي طلبوا منه انه يجي لهم بآية، وربنا أعطاهم الآية، فحسوا بكده انهم اتورطوا. فوجود الناقة ما بينهم بيحرج الوثنية كلها، لأنه بيثبت نبوة صالح، وده أمر أثار جنونهم، وخصوصا ان هما لا عارفين هي هتقعد قد ايه ولا مصيرها ايه. وكل يوم الناقة تلف في الشوارع قدامهم من غير ما حد يمسكها ولا حد يوجهها، وفي اليوم المخصص لها للشرب تتوجه للعين لغاية لما تقف قدامها وتحني رقبتها الطويلة وتشرب وتشرب لغاية لما ترتوي. وعم خيرها على المؤمنين وعلى البلد كلها، وأصبحوا بيحلبوا منها كميات لبن مهولة تكفي البلد كلها. وده طبعا كان كافي انه يزيد يقين المؤمنين ويشعل نيران الحقد جوه قلوب الوثنيين. وبالظبط كانت هي دي الحالة النفسية للوثنيين لما كانوا بيشوفوا الناقة، ودفعهم حقدهم ده ان يجتمع منهم 9 أشقياء أو 9 أفراد. ربنا ما وصفهمش في القرآن إلا بوصف واحد، وقال: 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 9 أشقياء يعرفوا الحق وبيصروا على الحرب. وبدأ ال9 شياطين دول يجتمعوا ويفكروا ازاي هيقدروا يحاربوا صالح، واخدوا العهد والوعد على نفسهم انهم مش هتطيب ليهم عيشة الا لما يتخلصوا من صالح للابد. وفي الاجتماع النهائي للاشرار ال9 دول قرروا قرار نهائي وحاسم ومفهوش رجعة. قرروا انهم يقلبوها مجزرة، قرار مليان إراقة دماء واقسموا عليه. وكان الجزء الاول من قرارهم الدموي انهم يتخلصوا من صالح واسرته عن طريق انهم يتسللوا بالليل لصالح واهله ويقتلوهم، ويقوموا الصبح يمشوا وسط الناس عادي، ولو حد سألهم يقولوا: ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، هنقتله هو وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فده أول جزء من القرار الدموي اللي قرروه. أما الجزء الثاني من المجزرة إنهم يقتلوا ناقة صالح وآية صدقه، واللي طوع عليها شقي اسمه قدار بن سالف. ومرت الأيام وجه موعد الغدر بصالح وأسرته، لكن ربنا نجاه أهله. فقرروا انهم يلجأوا للخطة البديلة وهي عقر الناقة، لأن الهدف واحد وأسهل. وحدد الأشقياء موعد التنفيذ، وفي اليوم المحدد اتسلل قدار بن سالف والمجرمين ال8 وانتشروا في المدينة زي الحيات، بيراقبوا وبيرصدوا حركة وهمس الناس والناقة لغاية لما جت اللحظة المناسبة اللي خلت فيها الشوارع وأصبحت فيها الناقة لوحدها. فإذا بقدار ده يمسك رمحه ويجري عليها زي الشيطان لغاية لما اخترق جوف الناقة، ودوى صوت حشرجتها الهائل كل أرجاء المدائن، وسقطت على الأرض بعد ما هرب المجرمين واستخبوا زي الفئران. وانفجر من الناقة شلال من الدم وهي بتفرفر وتغرغر قدام عينيهم، واتفتحت كل البيوت وخرج كل أهل الحجر بفزع، واتفاجئوا بسقوط الناقة وحواليها بحيرة من الدم وهي بتتلوى قدامهم وكأنها بتستنجد بيهم. وبدأ صوتها يخف واحدة واحدة لغاية لما الموت اتمكن منها. وجري الناس على صالح يبلغوه الخبر. اتصدم صالح من الخبر وجري في فزع عشان يقف قدام الناقة اللي غرقانة في دمها وعينيه كلها دموع، وهو مش فاهم قومه بيعملوا معاه كده ليه، وإن كل جريمتي إن أنا نصحت ليكم. لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا في بجاحة: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. وعرف صالح خلاص كده إن ما عادش ليه مكان ولا للمؤمنين في المدائن، وطلب من أصحابه الاستعداد والرحيل. وكان بيبص القوم ووشوشهم مليانة شماتة وفرح بقتل حيوان، كل ذنبه إنه كان دليل على صدق نبوة صالح، وكان بيمدهم بالشرب واللبن في سلام واستسلام.
اتعصر قلب صالح من الحزن على قومه، وبص في عيونهم اللي كلها شر وشماتة وقال لهم كلمتين بحروف الموت. قال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. وخرجت قافلة صالح وكلها حزن إنهم بيودعوا بيوتهم وديارهم، فمشيوا قلوبهم كلها حزن وسط الجبال المنحوتة اللي نحتوها بإيديهم، مشيوا وسط أملاكهم وكسرهم اللي اشتغلوا فيها بتعبهم، وسابوا خلاص المدائن للوثنيين واللي اتعكر مزاجهم برحيل صالح بالقلق اللي أحدثوا ليهم بكلمته ووعده. وفضلوا يتسألوا هو اشمعنى 3 أيام، ويا ترى ايه اللي هيحصل بعد مرور ال3 أيام دول. غابت شمس اليوم الأول وطلعت شمس اليوم التاني وهم في رعب وقلق، وغابت شمس اليوم التاني وطلعت شمس اليوم التالت وقلوبهم مخطوفة ومش قادرين ينسوا كلمة صالح ذلك وعد غير مكذوب. وهنا تعرف ليه ربنا ما أنزلش عليهم العذاب على الفور وأمهلهم 3 أيام، عشان يزيد عذابهم في الانتظار. فانتظار الموت والهلاك أصعب على النفس من نزول الهلاك نفسه. وفي صبيحة اليوم الرابع بقى فتح الوثنيين عيونهم وما قفلوهاش تاني، ودوت صيحة هايلة في سماء المدائن، صيحة شقت وصدعت الجبال وزلزال هزت لي الأرض، صيحة خلعت القلوب ونزعت أرواحهم، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. والصيحة هي الصوت العالي من الصياح، أصوات مرعبة في كل مكان، استئصال مروع ما فلتش منه حد، فأصبحوا في ديارهم جاثمين. يعني لما سمعوا الصيحة بركوا على رجلهم في الأرض، فهلكوا على الوضع ده، ودي نهاية كل متكبر. وكانوا كمان زي ما ربنا وصف وقال فكانوا كهشيم المحتضر. وده لما صاحب الحظيرة يحب ينظف أرض الحظيرة فبيلاقي ورق ناشف يابس متكسر من الشمس، فالورق الناشف اللي ملوش قيمة ده بقى شبههم وهم متدمرين، وماتوا وهم في بيوتهم واتقتلوا من غير قتال، جثث هنا وهناك، جثث في الغرف والممرات وعلى الأسطح وفي الشوارع، وفي كل مكان الحيوانات بتنهش في الجثث، وتحولت المدائن لمتحف مهجور من التماثيل والجثث، غربان ونسور بتاكل الجماجم وبتنهش البطون. مشهد مرعب اتحولت لمدينة أشباح في لحظة، كل اللي بيمر بيها ما بيتحملش يقف فيها لحظات لا الراحة ولا الشرب من كتر ريحة العفن والجثث اللي متراكمة ومتحللة في كل مكان. وبعد ما كانوا بيقولوا لصالح في تعالي وكبر اطيرنا بك وبمن معك، أصبح محدش طايق ريحتهم، وتحولت المدائن لمدينة أشباح، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. والصاعقة دي نار بتنزل من السماء كل اللي بتقابله بتحرقه، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ونزل صالح واللي معاه أرض جديدة ونشروا فيها التوحيد. فمن هنا لازم تعرف إن لا يعلم جنود ربك إلا هو، فاوعى تتغر. فربنا أهلك قوم نوح بالطوفان، وأهلك قوم عاد بالريح، وأهلك قوم ثمود بالصاعقة والصيحة والرجفة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فارسل لأي حاكم وأي دولة أصابها الغرور والكبر، وظنت إنها قادرة إنها تمرر ظلمها عن طريق رسم مقدرات للبشر، فتمتعوا حتى حين، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم سواها بالأرض. فأنت يا متكبر اعرف إن كان إيه معصية عاد غير الكبر، وكان إيه معصية ثمود غير الكبر، واعرف إن ربنا دايما بيختار سلاح المعركة اللي ما يخطرش على بال حد. فاطمن، فمهما خططوا ودبروا فما يعلم جنود ربك إلا هو. سلام.